السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سألت نفسك هو ليه التاريخ دايما بيقول لنا إن الحضارة المصرية بدأت من حوالي 5000 سنة بس؟ ليه الرقم ده ثابت ومحدش بيقرب له؟ طب سؤال أهم شوية، هو احنا متأكدين أصلا إن الحضارة المصرية مش أقدم من كده بكتير؟ النهاردة مش هنتكلم عن الأهرامات كحجارة وطوب، النهاردة هنتكلم عن سؤال محير بيخلي علماء ومؤرخين وباحثين يقفوا قدامه وما يعرفوش يجاوبوا إجابة قاطعة. هل الحضارة المصرية كانت أقدم مما نعرف؟ خلينا نبدأ بهدوء. إحنا اتعلمنا في المدارس إن بناء الأهرامات بدأ في عصر الدولة القديمة حوالي سنة 2600 قبل الميلاد، وإن هرم خوفو هو أقدم وأعظمهم. بس المشكلة إن في تفاصيل مش راكبة على القصة دي، تفاصيل كل ما تبص لها تحس إن في حاجة ناقصة. خلينا ناخد الأهرامات نفسها. الأهرامات مش مجرد مباني ضخمة، دي مباني مبنية بدقة تخليك تسأل مين اللي عمل كده؟ وإزاي؟ وفوق ده كله إمتى؟ هرم خوفو موجه ناحية الجهات الأربع بدقة غريبة، شمال، جنوب، شرق، غرب، بنسبة خطأ أقل من 1/1000. طب السؤال هنا، إزاي ناس لسه ما عندهمش بوصلة حديثة ولا أقمار صناعية ولا أجهزة قياس يعملوا دقة العالم الحديث نفسه يعترف إنها صعبة؟ طيب ممكن تقول إنهم كانوا أذكياء، ماشي، بس تعال نكمل. الأحجار اللي في الهرم وزن الحجر الواحد يوصل لعشرات الأطنان، وفيها أحجار جاية من محاجر على بعد مئات الكيلومترات. مش بس كده، الأحجار دي مقصوصة ومتشكلة بطريقة تخلي الفواصل بينها تكاد تكون مش موجودة. يعني لو حاولت تدخل ورقة بين حجرين مش هتعرف. طب السؤال المنطقي، هل ده مستوى أول حضارة لسه بتبدأ؟ ولا مستوى حضارة عدت بمراحل طويلة من التجربة والتطوير قبل ما توصل للنقطة دي؟ هنا بقى يبدأ السؤال الحقيقي. التاريخ الرسمي بيقول إن الحضارة المصرية ظهرت فجأة وبسرعة، لكن مفيش حضارة بتطلع فجأة، دايماً في مراحل بدائية، في أخطاء، في تطور بطيء. لكن في مصر إحنا بنشوف قفزة مفاجئة في العمارة والهندسة والتنظيم، كأن الحضارة دخلت علينا وهي ناضجة. وده يخلي بعض الباحثين يسألوا سؤال جريء، هو ممكن يكون في حضارة أقدم قبل الفراعنة وإحنا مش واخدين بالنا؟ خلينا نقرب أكتر. في هضبة الجيزة مش بس أهرامات، في أبو الهول. أبو الهول جسمه فيه آثار تآكل مش شبه تآكل الرمل. في علماء قالوا إن التآكل ده ناتج عن مياه غزيرة، مياه أمطار. بس المشكلة إن مصر ما شافتش أمطار غزيرة بالشكل ده من آلاف السنين قبل عصر الفراعنة المعروف. يعني لو الكلام ده صح، يبقى أبو الهول أقدم بكتير من ما احنا فاكرين. طب ليه الرأي ده مش متدرس ولا منتشر؟ لأنه ببساطة لو اتقبل هيغير كل خط الزمن اللي احنا حافظينه. وهنا ندخل في منطقة حساسة. التاريخ مش دايماً علم بس، التاريخ أحياناً بيكون اتفاق على رواية معينة علشان الدنيا تمشي. بس الأهرامات مش فارق معاها الاتفاقات. الأهرامات واقفة من آلاف السنين وبتقول أنا أقدم مما تتخيل. فيه أنفاق وممرات لسه متفسرتش، وفيه غرف اتكتشفت حديثاً باستخدام أجهزة حديثة زي الأشعة الكونية، غرف محدش عارف كانت معمولة ليه. طب لو الحضارة كانت بسيطة، ليه التعقيد ده كله؟ ليه التخطيط اللي يبان كأنه معمول لعصور جاية مش لعصر واحد؟ السؤال هنا مش هل الفراعنة كانوا عباقرة؟
لأ، السؤال الحقيقي: هل الفراعنة ورثوا علم ومعرفة من حضارة أقدم؟ حضارة اندثرت ومفضلش منها غير آثار قليلة اتخبت تحت الرمل؟ وده مش كلام خيال، في حضارات اختفت قبل كده من غير ما تسيب سجل واضح. الطوفانات والتغيرات المناخية ممكن تمسح تاريخ كامل، ومصر عدت بتغيرات مناخية كبيرة على مدار آلاف السنين. يعني فكرة إن في شيء أقدم مش مستحيلة، بس في نفس الوقت مش مؤكدة، وده اللي يخلي السؤال محير. الأهرامات يا إما أعظم إنجاز لحضارة بدأت فجأة، يا إما آخر فصل في قصة أقدم بكتير مما نعرف. وفي الحالتين الإجابة مش سهلة. يمكن المشكلة مش إن المصريين القدماء ما كانوش عارفين، يمكن المشكلة إن إحنا لسه مش فاهمين. وفي النهاية الأهرامات مش بتطلب مننا نصدق حاجة، هي بس سايبة السؤال مفتوح: هل الحضارة المصرية كانت أقدم مما نعرف؟ ولا إحنا لسه واقفين على أول الصفحة من كتاب لسه ما نعرفش عنه حاجة؟ سيب السؤال ده معاك وإنت بتفكر على الهامش.